العسكري والقوات المسلحة مسؤولية المحافظة على أرواح المصريين. البعض طالب بسحب الثقة من وزير الداخلية، لكن طبقا للائحة ما ينفعش يسحب الثقة منه النهارده، لأن سحب الثقة وفقا للائحة لابد بعد السواب، وللسواب له إجراءاته، والحدث مع ضخامته. احنا عندنا في اللائحة اتهام الوزراء، فوفقا لمواد في اللائحة تمنحنا ان احنا نتهم وزير الداخلية والشعب المصري كله بطبيعة الحال نتهم وزير الداخلية، فاحنا استخدمنا هذا الحق اللائحي اللي بيتطلب ان خمس اعضاء المجلس يوقعوا على هذا الطلب. عشان كده اللي وقعوا 120 احنا ما رضيناش نخلي كل النواب يوقعوا على. اريد ان استوضح هذه النقطة اكثر. يعني عندما فكرت في اتخاذ اجراء ضد وزير الداخلية باعتباره المسؤول سواء مسؤول جنائيا او سياسيا عما حدث في نطاق وزارته، وانا طبعا يعني كانت الحادثة فجأة، كان امامكم خياران: اما سحب الثقة واما توجيه اتهام. يعني هل بقى واجهتم الاتهام باعتباره الاسرع والاسهل؟ الاسرع سحب الثقة الان، وكلنا اسحب الثقة، ما ينفعش ان اقدم طلب سحب الثقة ويترفض. النقطة الثانية احنا ما قدمناش هذا الطلب وما كناش مجهزين واحنا عارفين المواد، لاننا كنا منتظرين الحكومة هتقول ايه. كان ممكن الحكومة تقول انا اقلته، اما قلنا الحكومة ما عملتش كده، فاحنا استخدمنا حقنا واحنا قاعدين في المجلس واتهمناه. يعني عدم قيام الدكتور كمال الجنزور رئيس الوزراء بانه يعني قرر اقالة وزير الداخلية، وعدم قيام المجلس العسكري باقالة وزير الداخلية جعلكم تأخذون أنتم زمام المبادرة وتتخذون إجراءات قد يترتب عليها إقالة وزير الداخلية أو محاكمته بطبيعة الحال. واحنا زي ما قلنا قبل كده، احنا كنواب حزب حرية وعدالة جميع حقوق المجلس التشريعية والرقابية لن نفرط فيها بأي حال من الأحوال. هذا حق أصيل منحونا من لائحة خولتنا لنا إن احنا نستخدمه واستخدمناه، واحنا ما بنستخدمه بالمناسبة احنا حريصين على التعاون مع الحكومة ومع كل المؤسسات، لكن احنا حريصين على الشعب المصري اللي هو هذا مطلب رئيسي للشعب المصري، فاحنا قبل كل شيء احنا قبل الشعب المصري. ايضا بالنسبة يعني لو اطلعتنا على تفاصيل طلب توجيه اتهام الى وزير الداخلية الذي وافق مجلس الشعب على احادة اللجنة العامة لاتخاذ الاجراءات. هي لائحة بتقول يحق لخمس الاعضاء 20% من اعضاء المجلس ان هم يجوا اتهام لاحد الاعضاء ويبينوا ايه الاسباب اللي دعتهم ان هم يتهموا بهذه الاتهامات ويوضحوا، وده اللي احنا وضحناه. اظن من غير ما نتكلم الشعب المصري كله شاعر بهذا الامر، وده اللي قاله رئيس المجلس. بالمناسبه الاهمال الجسيم اللي هو قال يصل الى درجه الاهمال الجسيم جدا في حقوق المصريين. المهم الاتهامات واضحه عند الشعب المصري قبل ما احنا نكتبها. احنا بهذه الاتهامات وجهنا له اتهام، ونامل ان اللجنه العامه واللجنه التشريعيه تناقش الطلب، ونامل لان البعض بيقول لك ان قانون محاكمه الوزراء مش موجود لانه كان بيتكلم عن الوزراء من مصر وسوريا على محكمة بتشكل أعضاء من مصر ومن سوريا. احنا عندنا وجهة نظر أخرى أن قانون الوزراء الحالي يمنحنا هذا الحق أن احنا نتهم وزير الداخلية بل ويحاكم وزير الداخلية. يعني أيضا سنصل إلى نقطة إجراءات المحاكمة وما نسمعه من رجال القانون والدستور في هذا الموضوع. يعني لاحظنا أن الطلب موقع عليه من نحو 120 نائبا، بينما حزب الحرية والعدالة يمتلك له يعني عدد أعضاء نواب في مجلس الشعب نحو 219 نائبا وفقا لبيان مركز معلومات مجلس الوزراء. يعني هو كم عدد نواب الحزب؟ لا احنا اكثر من كده بكثير، يعني احنا والتحالف بتاعنا 235، احنا 47%، لكن احنا لا حزب الحريه والعداله المنتمين حزبيا لحزب الحريه والعداله. خليني في القضيه الاساسيه. القضيه الاساسيه ان احنا ما كناش حريصين ان الكل يوقع عليه. يعني لماذا وقع عدد اقل من يعني يكاد يكون نصف عدد نواب اعضاء مجلس عشان سرعه الطلب، لكن اللي يهمنا مع ان مش كل الحريه والعداله موقعين عليه، وده عشان سرعه الطلب، ان كل واحد بيقعد يقرا الطلب لغايه ما عندناش حد بيوقع من غير ما يقرا. انتهى عصر اللي بيوقعوا من غير ما يقروا، فكل ما بيقرا بياخد وقت. عشان كده العدد ما اكتفينا بال 120 عشان قبل ما الجلسه تنتهي يبقى قدام رئيس المجلس طلب جاهز. لكن اللي يهمني مش 120 اللي مقدمينه، اللي يهمني ان تقريبا المجلس شبه اجماع وافق على هذا الامر. هل كتب الطلب قبيل بدء الجلسه ام خلالها؟ انتوا شايفين احنا بنكتبوه في الجلسه، احنا كنا شفنا قلنا ايه اللي هيحصل في الجلسه، اما يقول لي كده فاحنا في الجلسه كتب الطلب. ما هو النائب وقع الطلب او من هو النائب الذي كتب الطلب؟ لا كل الحريه والعداله. يعني من هذه واقعه تاريخيه يعني تحدث لاول مره. هي سابقه في مجلس الشعب، تحسب لهذا المجلس ان اول مره مجلس الشعب يوجه اتهام
لوزير وياخد الاجراءات اللي حصلت دلوقتي. فده امر يحسب للمجلس. اول مره مجلس الشعب بالمناسبه من العقود ان يعمل جلسه طارئه ورئيس المجلس هو اللي دعا اليها. فدي سابقه. هو الطلب الدكتور عصام العريان والاستاذ ناصر الحافي وصاحب الفكره الاستاذ ناصر الحافي، وتشاورنا في هذا الامر وبعد كده وقعنا. ناصر الحافي عضو مجلس الشعب عن دائره القليوبيه، طبعا هو محامي وسبق اعتقاله مرات، يعني ربما يكون له خبرات يكون في مجلس الشعب 2005، لكن التزوير اللي تم وعدم احترام احكام يعني الفكره كانت فكره الاستاذ ناصر الحافي عضو مجلس الشعب عن دائره القليوبيه، وتشاور مع بعض النواب وخدنا بيها يعني. نعم. هل يعني موقع عليه بعض النواب المنتمين لاحزاب اخرى؟ لا، ده اذا كان كل النواب ما كانوش وقعوا علينا ما كانش في وقت. انا عايز ازول الطلب كاتب مواد اللائحه وكاتب بيسند اليه، فكل نائب لما بيقرا الطلب بياخد وقت. عشان كده احنا ما كناش كل النواب الحريه والعداله، لكن اكد اللي يهمنا في الاخر ان المجلس وافق على هذا الطلب بشبه اجماع. يعني حتى يعني افهم ويفهم المشاهدون، يعني ما هي الاجراءات التي من المتوقع ان يسير فيها هذا الطلب مستقبلا؟ هو زي ما اتخذ القرار في المجلس ان الطلب وفقا للائحه بيروح للجنه العامه. اللجنه العامه تنعقد يوم الاحد للجنه العامه انها تكلف احد لجان المجلس، اما ان تبحث واما تكلف احد لجان المجلس ببحث هذا الامر. اتصور ان اللجنه العامه ممكن تحيل الامر للجنه التشريعيه تديها الراي القانوني. من مجلس الشعب لوزير الداخليه يكون موقوفا عن عمل، يفعل عمله. هل هناك نص قانوني؟ لا، ده في اللائحه بتقول كده. لائحه مجلس الشعب، يعني هو ايضا يعني نعرف ان لائحه مجلس الشعب بقوه القانون. لائحه مجلس الشعب هي القانون المنظم لاعمال مجلس الشعب. يعني هي في منزله القانون وليست لاقل، يعني هي بس لتوضيح للمشاهدين. هي بنص الدستور وبنص الاعلان الدستوري اللي حافظ بعد كده على اللوائح اللي كانت قبل كده. هي بنص الدستور اللائحه هي القانون الذي ينظم مجلس الشعب. يعني ليست منزله اقل، لائحه مجلس الشعب هي قانون تنفيذيه. نعم. هي ليست لائحه تنفيذيه لقانون، لكن هي بمثابه القانون الذي ينظم اداره مجلس الشعب. يعني اوضحت ان اللجنه العامه غالبيه اعضاء اللجنه العامه اذا صوتوا بغالبيه الاعضاء بتوجيه التام وزير الداخليه سوف يتم الاستمرار. نود يعني ان نعرف ممن تشكل اللجنه العامه ومن هم اعضاؤها. اللجنه العامه بتشكل بمكتب المجلس، الرئيس والوكيلين، رؤساء اللجان النوعيه 19، رؤساء الهيئات البرلمانيه اللي موجودين في المجلس، 5 من الشخصيات اللي اختارهم المجلس. يعني تقريبا 45 عضوا. رئيس مجلس الشعب، الوكيلين، رؤساء الهيئات البرلمانيه، رؤساء اللجان المجلس، وعدد اللجان 19، 5 من الشخصيات العامه. ايوه، فتقريبا كلهم بيعملوا حوالي 45 نائب. يعني من خلال تواصلك مع زملائك النواب في الاحزاب الاخرى، هل يعني استطلاعك هل باقي الاحزاب او الكتل البرلمانيه ورؤساء الكتل البرلمانيه يوافقون على الاتهام ام يرفضونه؟ اتصور من كلامهم النهارده الاغلبيه الكبيره في كلامها النهارده كانت موافقه على الاتهام. يعني افهم من حيث انك تتوقع ان اللجنه العامه سوف توافق على السير قدما في توجيه الاتهام لوزير الداخليه. انا لا اريد ان انا استبق الاحداث ومش عايز ان انا افرض وصايا قبل المناقشات، لكن النهارده معظم اللي اتكلموا كانوا بيوافقوا على هذا الامر يعني. استاذ حسين، يعني ماذا لو المجلس العسكري قام باقاله وزير الداخليه؟ انتهى الامر. يعني سوف تنقضي انتهى الامر خلاص، بتشتغل في غير زي الموضوع. استاذ حسين ابراهيم، يعني علمت من بعض المصادر المطلعه المكتوب بها ان الدكتور عصام العريان اجرى بالامس اتصال. الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحريه والعداله ورئيس السابق المسلمين اجرى اتصالات بالامس ببعض عدد من اعضاء المجلس العسكري وحملهم المسؤوليه فيما حدث. يعني هل علمت بهذه يسأل عنه الدكتور عصام بطبيعه الحال، ما عنديش معلومات عن هذا الامر يعني. واحنا طلبنا منه يعني ان نتحدث، وطبعا رفض عندما واجهناه بهذا ورفض التحدث. يسأل الدكتور عصام في هذا الامر يعني. ورفض الاجابه. الم يحق علما بما دار في اتصالاته مع اعضاء المجلس العسكري؟ انت قلت انه اتصل، خليتها حقيقه وبتسالني عنها. لا، هذه حقيقه وتمت وعرفناها من مصادرنا، واحنا طلبنا من الدكتور عصام يعني ان نتحدث معه في هذا الموضوع وهو رفض الحديث. عندي علم بس الواقع يعني ربما طبعا امور خاصه او ان كانت امور خاصه، لكن ليس عندي علم يعني. استاذ حسين ابراهيم زعيم الاغلبيه بمجلس الشعب الحزب الحريه والعداله، بعض الاصوات كانت تقول هناك اتفاق بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين. هل يعني اذا ما كان هناك اتفاق، اذا افترضنا او اذا سلمنا بان هناك اتفاق، هل انقضى الاتفاق بين لا اسلم بالافتراضات. يعني هل كان هناك اتفاق ام لا؟ لا اسلم بالافتراضات يعني.
بطبيعه الحال المجلس العسكري مع حزب الحريه والعداله ومع غيرهم في تواصل، لكن هنتكلم على اتفاقات وصفقات كل هذه الامور، انا لا ارد على هذه الامور كلها يعني. استاذ حسين ابراهيم، باعتبارك زعيما للاغلبيه الاغلبيه في مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله، يعني هناك انطباع بانه نواب حزب الحريه والعداله انما يتخذون قراراتهم بناء يعني على راي زعيمهم. لا انت بالتنسيق معه. التنسيق نعم والالتزام نعم، لكن انتهت الاغلبيه الميكانيكيه يا جماعه، احنا برلمان ما بعد الثوره. يعني وزير الداخليه حضر المجلس الاسبوع الماضي، وانا شاهدت نواب الاخوان المسلمين ونواب حزب الحريه والعداله يصفقون له عقب انتهاء من كلمته. يعني فيما التحول بين التصفيق لوزير الداخليه وبين توجيه الاتهام له. عايز اكد على امور، كل نائب في فرق بين الالتزام الحزبي والاغلبيه الميكانيكيه، احنا ما عندناش اغلبيه ميكانيكيه وكل واحد بيتكلم عن قناعاته، لكن عايز اقول لما تقدم الطلب النهارده الكل وافق عليه. نعم. يعني التصفيق لوزير الداخليه الاسبوع الماضي طول عمرنا لا نجد اي غضاضه لما انسان يحسن نقول له احسنت ولو اساء نقول له اسات. من وجهه نظرهم النهارده اللي وقع على الطلب ده، حتى ان كان هو كان سقف له قبل كده يقول لك لا الحدث ده جلاله ما ينفعش يكون موجود. ألم يكفي من وجهه نظركم ان يعني يتم اقاله محافظ بورسعيد، يتم وقف مدير الامن عن العمل، يتم حل اتحاد الكره واقاله سمير زاهر رئيس الاتحاد؟ لان احنا وجهه نظرنا ان الامر ليس شاغل ملاعب، هذه واحده. الامر الثاني، الامر لا يخص بورسعيد وحدها عشان يقدم كبش فداء مدير امن بورسعيد، لكن الامر لا، واحنا وجهه نظرنا انه مرتبط باحداث ثانيه كتيره، عشان كده الامر في مصر كلها، وزي ما قلت في كلمتي. احساس حسين، هل سبق يتقفل؟ هل سبق اعتقالك؟ سبق اعتقالي مرتين يعني. يعني من واقع خبراتك في تعاملك مع الشرطه والاحداث الجنائيه، كيف يمكن في خلال ساعه واحده قتل 75 انسان، علما في موقعة الجمل لم يقتل فقط الا 10 شهداء، سقط نحو 1000 مصاب؟ يعني نعرف جميعا ان الضرب او الاحتكاكات بين الجماهير حتى لو كان في حالات ازدحام لا يمكن ابدا ان تؤدي الى وفاه 75 شخصا في مده ساعه. عشان كده يعني ما هو من وجهه نظرك كيف تم قتل كل هذا العدد في توقيت قصير جدا؟ انا لا اريد ان انا استبق واقول كلام وانا عضو لجنه تخصص حقائق، لكن الامر التساؤلات كتيره وعشان كده اللجنه مطلوب انها تجاوب عنها. الامر مش شاغل ملاعب، الامر من وجهه نظري جريمه منظمه. بعض الشهود العيان يعني كانت لهم تصريحات في وسائل الاعلام بان الذين كانوا يقومون بضرب المشجعين كانوا يقومون بضربهم ضربات تؤدي الى الوفاه. يعني انا مش هخش مكان النيابه العامه ولا في علامات تساؤلات كتيره جدا جدا جدا، مطلوب من لجنه تقصي الحقائق انها تجاوب عنها، وانا اتصور ان لجنه تقصي الحقائق وهتشتغل بقوه هي اللي هتجاوب لنا عن الفاعل الخفي. استاذ حسين ابراهيم، سؤال اخير بالنسبه لتشكيل محاكمه وزير الداخليه، يعني وفقا لما سمعناه وارجو ان تصحح لي ان المحكمه يجب ان تشكل من قضاه من سوريا ومن مصر وفقا للقانون كان صدر في ذلك الوقت، يعني ما العمل الان؟ لا مش انا لا اريد ان انا استبق كل هذه الاحداث، الامر هو طبقا للائحه، اللجنه العامه لو وافقت هتحل للمجلس، المجلس لو وافق باغلبيه الثلثين هيوجه الاتهام لوزير الداخليه وعندها يقف عن عمله، وبعد كده تسير اجراءات المحاكمه اللي انا ما اعرفهاش. لكن يعني بعض رجال القانون يعني سمعتهم وقرات لهم في الفتره الماضيه يقولون انه اذا كان هناك نص خاص محاكمات خاصه واليات النصوص التي تنظم هذه المحاكمات الخاصه، فان الجهه المنوط بها الاصل العام هو المحاكم الجنائيه العاديه. يعني انا مش هخش انا في المناقشات القانونيه لان ادخل على الشغل اللي هو في اختصاصاتي ان انا قدمت الطلب، اللجنه العامه تدرسه، واللجنه العامه وجدت ان هو موافق لقانون من وجهه نظرها بتحيله للمجلس، المجلس لو باغلبيه الثلثين يقف الوزير عن العمل، وبعد كده الامر القانوني ومحاكمته امر اخر. يعني استاذ حسين ابراهيم، يعني بالامس كان المهندس سعد الحسيني رئيس لجنه الخطه والموازنه هو ايضا من حزب الحريه وراء الحزب طالبوا باقاله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يعني ما هي حيثيات هذا؟ يعني تلاحظ تكرار طلب نواب حزب الحريه والعداله باقاله النائب العام. انا عايز اقول